السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ وصفة النهاردة طاجن كبد فراخ بس طعمه حكاية بالبصل كده، اللي هو بتقلية البصل بقى. وبصوا طعمها خطير، تاكليها بعيش مع مخلل مع بطاطس، او تاكليها لوحدها كده في فينو، او تعملي معاها شوية رز. في كل الاحوال طعمها خطير وحلوة جدا. هي لونها اغمق من كده شويه بس علشان الاضاءه، فالدنيا الصوره بتطلع افتح شويه، هي اغمق شويه. عندي هنا نص كيلو من كبده الفراخ، شطفتها كويس هي والقلوب، وحطيتها في ميه تغلي، تاخد نص سلقه كده، مع حبهان وورق لورا وفلفل اسود حب وبصلايه، حته بصله صغننه، ورشه توم بودره ورشه جنزبيل ورشه قرفه، كاني بعملها معامله ان انا بسلق لحمه او فراخ. بحط لها رشه ملح. بجيب بصل عندي وبفرمه، ده حوالي نص كيلو بصل او اقل من النص بشويه صغيرين. وبعملهم كده ايه في طاسه واسعه شويه علشان ايه يتحمروا معايا بسرعه ما يتلسعوش. بحط ماده دهنيه، طبعا بحط لها معلقه سمنه او زبده براحتك، او زيت المتوفر، وبحمرها. البخار هنا مضيع اللون. بتتقلب معايا، بتاخد اللون الذهبي زي ما قلت، اللون بيبقى اغمق من كده شويه، لون مكرمل تمام، عشان النور هنا منور الصورة شوية. هقلبهم كويس، وبعد ما يتاخدوا لون هنزل عليهم بالبهارات. نص معلقة بهارات مشكلة، ربع معلقة فلفل اسمر ناعم، ربع قرفة، جنزبيل، مكعب مرقة، والملح حسب الرغبة، وما زودش الملح علشان انا حاطة ملح في سلق الكبدة، وحاطه مكعب مرقه هنا. وبعدين بدي شويه ميه كده، حوالي نص كوبايه ميه ولا حاجه، تاخد فيهم تغلي، بتخلي التقليه عندي تنفش كده وتبقى صوصي كده، وفيها الصوص بتاعها. كبده الفراخ كده والقلوب اتسلقت، عندك اختيار انك انت ممكن تسيبيها سليمه زي ما هي، او تقسميها نصاص براحتك برضو. انا هقطعها قطع مكعبات على قد الاكل، بحيث ان هي ايه تتاكل على طول. بجيب الصينيه او البايركس اي حاجه اللي هعمل فيها، نص بحط شويه من التقليه في القاع بتاعها، وببتدي ان انا انزل بالكبده بتاعتي عليها. تمام. وبحط الكميه كلها، وبجيب باقي التقليه بتاع البصل بتاعتي، وبنزل بيها على الكبده، وههز الصينيه هزه حلوه كده محترمه، اظبط فيها البتاع، وبسوي وشها، وبدخلها فرن سابق التسخين. ما بتاخدش حرفيا في الفرن 10 دقايق، وبتكون خدت لون ذهبي حلو كده، بتطلع طعمها خرافي بصراحه، بتكمل سواها، وبتاخد من طعم التقليه الجميله اللي احنا عملناها دي كلها بقى، تخش في بعضها، لونها خطير، طعمها حلو جدا، وصفه سهله وبسيطه، وطريقه حلوه قوي لكبد الفراخ. ولو بتحبي القوانص هتعملي كده، بس هتدي القوانص 5 دقايق سلق لوحدها قبل ما تنزلي على الكبده، قبل ما تحطي الكبده تتسلق. يا رب تكون وصفتي عجبتكم. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، تكتبوا كومنت قمر زيكم، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش.